يا صباح الفل. جايبه لكم النهارده الفطير المشلتت اللي انت تقدري تعمليه بطريقه سهله، ولا عجن بقى ولا لت ولا اي حاجه. هنعملها بقى بطريقه حلوه جدا، كان نفسي فيه قوي اكله مع حته جبنه قديمه مع شويه عسل بطحينه ونفطر بيه النهارده. فقلت بقى ايه، قمت بقى جبت اللفه وقلت بقى هعمله لكم بطريقه حلوه جدا جدا. هنبتدي نعمله وهيبقى سهل خالص، مش هياخد منك ربع ساعة. يعني بصي، هتاكلي احلى فطير في اقل من ربع ساعة، ولا هتقفي ولا هتعملي عجينة ولا اي حاجة. يلا نبتدي. بصوا بقى، انا عملت واحدة كبيرة كده حلوة. حطيت 3 معالق من الزبدة، سيحتها شوية عشان اقدر اضربها، وحطيت كوباية زبادي وبخلطهم كويس جدا مع الزبدة، ورشة ملح، وهحط كمان معلقة صغيرة من السكر، وهقلب بقى كويس. بصوا، ودي بقى تكة تانية عشان يبقى مورق كده الجلاش. حطيت معلقة بيكنج باودر، وهخلط كويس جدا لحد ما تبقى عاملة زي الكريمة. بصي ما تمليش، اضربي 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 لحد ما يبقى كريمي كده. بصوا ما شاء الله بيبتدي ايه اهو. هجيب بقى الصينية بتاعتي وادهنها اول حاجة، وبعد كده هحط الراق من الجلاش، وكل ما هحط راق هدهن من الخليط اللي احنا عملناه. ايه رأيكم بقى في السهولة؟ بصوا، هحط بقى اول طبقة كده، وبعد كده هحط الطبقة اللي جنبها برضك، بس هخرجها بره نفس اللي انا عملتها دلوقتي عشان في الاخر نلمها. بصوا زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى ايه، كل ما احط الطبقة، يعني انا دلوقتي هغطي كل الصينية. بصوا بصراحة كان نفسي فيه قوي، وكنت مكسلة بقى ايه اعمل العجينة وهفردها، ولسه هستنى تريح شوية ولازم تعملي طبقات. لا، قلت بقى والله اللي اعملها بالجلاش. هو الجلاش هيقول لا؟ وكلتها بسم الله ما شاء الله، طعمها تحفة مع الجبنة القديمة والعسل بطحينة. بصوا كمان بدهن من بره كمان عشان يبقى كله ايه مدهون. وكمان الخليط ده هيورق الجلاش كده، ويخليه ايه يبقى كله ورقة كده ايه لوحدها، هتشوفوها. دي خدت معايا لفة جلاش، ما اخدتش معايا اكتر من كده. بس حصل بقى معايا موقف وحش جدا. انا كنت مطلعه لفه جلاش، جيت افتحها لقيتها باظت، لقيتها بايظه، لقيتها مخضره كده ووحشه جدا. حمدت ربنا بقى اللي انا عندي واحده تانية، بس مش النوع اللي انا ايه اللي عندي ده اللي بايظ مني، يعني انا مش هجيبه تاني الصراحه. بصوا خلصت الرقاق برضك ايه الجلاش بنفس الطريقه كده زي ما انتم شايفين، سهله جدا. والله كنت هعمل صينيه اكبر من كده عشان ايه، الجلاش اللي انا كنت جايباه يعتبر زي ايه مجوز كده، الاتنين جنب بعض، ولقيت الاتنين كلهم الاتنين بايظين. اتضحك عليا، بس هرجعها، هوديها السوبر ماركت، بس يا رب الاقي الرصيد اللي انا ايه اشتريته بيها. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو. حتى كمان بصوا الطبقه، حطيت طبقه في القعر كده كمان، وهلم بقى كل ده على جوه. بس فاضل ايه واحدة كده كمان، وفي تانية عشان اغطي بيها. ده بقى الفتافيت اللي ايه، مش هتقول لا يعني هرميها. بصوا ما شاء الله، هحط تاني من الخليط في النص كده.
يلا بقى قوموا جربوها، هتعجبكم جدا جدا والله بجد. احنا فطرنا بيها، طعمها تحفة. بصوا بقى كده هلمها، وفي واحدة تانية هنبقى نحطها من الوش ونتني على تحت. بصوا ما شاء الله. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بعد ما خلصت وقفلتها، يعني انا حطيت، معلش الحتة دي ما اتصورتش، حطيت طبقة واحدة تانية راق من الجلاش ودخلته من تحت الفطيرة نفسها في كل الجوانب، يعني الجوانب كده، وحطيت ودخلت ايه الزيادة على تحت عشان تديني شكل الفطيرة، وبقيت الخليط حطيته كده. بقى هدخلها الفرن وهنرجع بقى نشوفها هيبقى شكلها عامل ازاي، هوريها لكم هتتبهروا. تحفة. واو، ايه رأيكم؟ تحفة حلوة جدا، بس انا هحطها شوية كمان في الفرن. بصوا بس الحمد، دي لونها حلو، ما اتحرقتش مني على فكرة. هقلبها. بصوا عاملة ازاي، ما شاء الله جميلة جدا جدا. لو لقيتيها ناشفة ممكن تغطيها ايه بكيس كده ابيض بتاع التلاجة، بس هي الصراحة طالعة جميلة جدا وطرية، يعني طالعة معايا تحفة. بصوا بقى هوريها لكم، هي طرية وجميلة بسم الله ما شاء الله، واخدة وش القرمشة. بصوا قطعتها كده مثلث، ما شاء الله حلوة جدا. بصوا عاملة ازاي، ما شاء الله جميلة جدا جدا. هعمل بقى العسل، احط بقى العسل والجبنة زي ما انتم شايفين كده، والمفروض تسيبها تبرد شوية عشان هتلاقيها ايه، بقت ما شاء الله مورقة كده. بصوا بقت عاملة ازاي لما بردت، ما شاء الله مورقة كده تحفة. طعمها فطير فطير بجد والله، طعمها حلو جدا. بتمنى تجربوها، هتعجبكم جدا.